دي أهم النقاط اللي حصلت في الموسم الأول والتاني، يعني أنا مش هقول الموسمين بالتفصيل لكن هذكركم بيهم. بيبدأ المسلسل بسيونغ اللي بيبقى فقير جدا لدرجة إنه عايش عالة على أمه ومنفصل عن مراته وما بيقدرش يصرف على بنته. بيفضل الوضع كده لحد ما بيمضي موافقة على بيع أعضائه للديانة، فبيظهر له بقى شخص غريب في محطة القطر هنسميه رجل الحظ، بيعرض عليه إنه ينضم للعبة اسمها لعبة الحبار، ولو كسب هيكسب ملايين الدولارات. وبينضم فعلا للعبة، فبيتخدر مع ناس تانية لمكان مجهول وبيبقى عددهم 456 شخص. وبتبقى أول لعبة بيلعبوها هي لعبة العروسة اللي شبه الاستغماية كده، بتعد ولما بتوقف عد بتقتل أي حد بيتحرك. ولما بيكتشفوا إن اللعبة بتقتل بجد مش إقصاء كده وكده، بيبقوا عايزين يسيبوا اللعبة ويهربوا. وقانون اللعبة إن لو الأغلبية قرروا ينهوها فتمام، إنما لو واحد بس رفض اللعب فبيتقتل. وبيتعمل تصويت بعدد الموافقين وغير الموافقين على الإنهاء، فبيبقى العدد متساوي لحد ما اللاعب العجوز رقم واحد بيقرر إنه ينهي اللعبة بقى. وبعد ما كل واحد بيرجع حياته بيلاقيها أصعب من الأول، يعني مثلا البطل سيونغ أم رجليها هتتبتر بسبب السكر، ولو ما اتعالجتش هتموت وهو ما بيكونش معاه أي فلوس يعالجها. كذلك الباقيين. وبيروح سيونغ للشرطة يبلغ عن اللعبة لكن محدش بيصدقه، بس في ضابط بيكون أخوه اختفى في اللعبة من كذا سنة فبيتتبعه. وفي النهاية كلهم بيقرروا يرجعوا للعبة والضابط بيراقبهم، وفي اللحظة المناسبة بيتنكر بدل حارس من المسؤولين عن اللعبة. وعند المتسابقين اللي رجعوا تاني أول حاجة بيلعبوها هي قرص معمول من السكر وجواه شكل، لازم يكسروا السكر اللي حوالين الشكل ويسيبوا الشكل سليم زي ما هو. وبيكون من نصيب سيونغ أصعب شكل فيهم وهو الشمسية، لكنه في آخر لحظة بيقدر يخلصه بعد ما استخدم لسانه لتدويب السكر. بعد الجولة دي بيبدأ اللعيبة يقتلوا في بعض من غير تدخل الحرس لحد ما عددهم بيوصل ل 80 لاعب بس. وفي الجولة اللي بعدها بيكون سيونغ فريق من أصدقائه. بتطلع اللعبة المرة دي شد الحبل، وبيكون فريقه ضعيف جدا لكنهم بيقدروا يخدعوا الفريق التاني ويفوزوا. بعدها بنروح لدكتور من ضمن برضه المتسابقين بيشتغل مع الحراس في الخفا في تجارة الأعضاء اللي بياخدوها من جثث اللي بيموتوا. والضابط المتخفي كحارس بينضم لهم عشان يفهم أكتر عن اللعبة ويقدر يلاقي أخوه، لكن واحد منهم بيشك فيه فبيضطر الضابط يقتله بعد ما عرف منه إن أي معلومات هيحتاجها هيلاقيها في غرفة القائد. أما الدكتور وباقي الحراس اللي بيتاجروا في الأعضاء فبيكتشفهم القائد وبيقتلهم، وبيعرف إن في ضابط في المكان متخفي وسطهم فبيبدأ يدور عليه. أما الضابط فبيعرف إن أخوه شارك في اللعبة في 2015 وكسب بالفعل، لكن ما بيعرفش بعد كده إيه اللي حصل له. وفي اللعبة اللي بعدها بتكون الفرق بتتكون من فردين بس، وبيكون كل واحد معاه مجموعة من البلي اللي هي الكرات، واللي بياخد أكبر عدد من الكرات دي هو اللي بيكسب. وسيونغ بيكون بيلعب مع العجوز وبيبدأ يستغله عشان ياخد البلي منه، لكن بيبقى حاسس بالذنب جدا. لكن العجوز في النهاية بيسيب له البلي بتاعه عن طيب خاطر. وبيكون في ناس مهمين اسمهم الضيوف بيراهنوا على المتسابقين وبيتفرجوا عليهم من ورا الشاشات. وفي اللعبة اللي بعدها بتبدأ وبيكون المفروض يختاروا أرقام عشوائية، ومش بيكون قدام سيونغ غير الرقم الأول أو الأخير، فبيختار الرقم الأخير. وبتكون اللعبة عبارة عن جسرين من الزجاج لازم يعدوه، وانت وحظك بقى يدوس على الزجاج القوي يدوس على الهش وتنزل وتقع وتموت. وبيكون حظ سيونغ كويس شوية لأنه الأخير فهيتكشف قدامه كل الزجاج الهش، لكن اللعبة بتبقى بوقت محدد وفي عدد من اللعيبة بيكون مش راضي يتحرك عشان يخسروا اللي بعدهم الوقت. لكن آخر 3 بيكون منهم واحد صديق سيونغ أصلا من الطفولة، والتانية كانت واحدة من ضمن فريقه في اللعبة، وسيونغ نفسه. دول اللي بيكسبوا بيقدروا يعدوا الناحية التانية، وساعتها الزجاج كله بيتهشم. وللأسف البنت بيكون حظها وحش قوي وبتتصاب بقطعة من الزجاج ده. بيبقى ال3 بقى مقلقين طول الليل لحد فيهم يغدر بالتاني، وبالذات صديق سيونغ لأنه طول اللعبة أصلا بيغدر بصحابه. وفي النهاية سيونغ بيقول للبنت إنه هيحميها، وبيكون بيطلب المساعدة ليها عشان هو عارف إنها اتصابت، لكن بيتفاجئ إن صديقه قتلها. وبيبقى سيونغ بيتضايق منه لحد ما بيلعبوا في آخر يوم اللعبة الأخيرة، تبقى شبه لعبة الأولى كده اسمها لعبة الحبار. وبيبدأ يتخانق سيونغ مع صديقه بسبب اللي عمله في البنت، وبيبقى سيونغ عايزهم يلغوا اللعبة ويقسموا الفلوس ما بينهم، لكن صديقه مش بيوافق وبينهي حياته وبيكسب سيونغ في اللعبة. أما عن الضابط فالقائد بيلاقيه وبيطارده لحد ما بيوصلوا لحافة جبل، ووقتها القائد بيقلع القناع وبيكتشف الضابط إن هو أصلا أخوه وبيطلب منه يسلم نفسه، لكن الضابط بيرفض فبيضربه إذ الرصاص في كتفه وبيقع الضابط في المية. وبعدها سيونغ بيلاقي نفسه في الشارع عريان ومتغمي ومعاه فيزا فيها كل الفلوس بتاعة الجايزة، لكن للأسف لما بيروح البيت بيكتشف إن أمه ماتت من المرض وهي وحيدة في البيت، فبيكتئب ويعيش زي المتشردين في الشارع ومش بيصرف ولا واحد من الفلوس لحد ما بيجيله ظرف من اللعبة عليه عنوان معين، فبيروح عشان يفهم في إيه.
فبيلاقي الراجل العجوز صديقه من اللعبة اللي المفروض أصلا إنه اتقتل، بيلاقيه مريض جدا وبيعرفه إن هو أصلا المسؤول عن كل حاجة حصلت، وإن هو اللي عمل Congratulations. اللعبة وعملها للأغنياء عشان يتسلوا، وإنه حبه وساعده لأنه استمتع باللعب معاه. وبيموت العجوز بعد ما بيحرق دمه. فبعدها بيقرر سيونغ إنه يساعد أم صديقه اللي مات في اللعبة وكمان أخو البنت اللي ماتت، وبعدين بيقرر يغير من شكله ويسافر لبنته اللي راحت أمريكا مع أمها وجوزها، ويقرر بقى إنه يعيش حياة جديدة. وفي طريقه في محطة القطر بيلاقي رجل الحظ اللي اداله كارت اللعبة في أول المسلسل، بيدي كارته برضه لمتشرد تاني، فبيجري عليهم سيونغ وبياخد الكارت من المتشرد وبيحاول يطارد الراجل لكن بيقدر يهرب منه. وفي المطار بيتصل على الرقم اللي في الكارت لكنهم بيبقوا عارفين إنه سيونغ، وبيقولوا له استمتع بقى بالفلوس وانسى اللي فات، لكنه بيقول لهم إنه هينتقم منهم. فبينصحوا الشخص اللي بيكلمه إنه يسافر ويدخل المطار وينسى اللي بيقوله. فبيفهم سيونغ إنه متراقب وبيقرر ما يسافرش فعلا، وبيلاقي جهاز تتبع مزروع ورا ودانه فبيشيله بآلة حادة، وبيأجر العصابة اللي كان مديون لها قبل كده في أول المسلسل وبيكلفهم بمراقبة محطات المترو عشان يلاقوا رجل الحظ. وبعد فترة تقدر بكذا سنة بيبلغوه إنهم لقيوه فعلا، لكن لما بيوصل المكان بيلاقي فردين العصابة ورجل الحظ اختفوا، وبيكون رجل الحظ المجنون ده خطفهم وبيتسلى عليهم وكمان بيقتل واحد منهم. وبعدها بيروح لسيونغ بنفسه بيفهم منه إنه عايز يوصل للعبة عشان ينتقم، وبيقول له طيب أنا هوصلك بيهم بس هنلعب مع بعض لعبة، وبتكون لعبة الموت، يعني بيبقى في مسدس فيه طلقة واحدة وكل واحد فيهم بيمسكه ويضرب على التاني مرة. وبيقتل سيونغ فعلا رجل الحظ وبياخد البطاقة اللي هتوصله بالقائد بتاع اللعبة. وبيوصل الضابط المكان اللي كان أصلا بيدور على أي طرف خيط ووصل هنا بالصدفة، وبيتفاجئ بمنظر سيونغ ورجل الحظ المقتول. لكن لما بيفهم القصة بيتفق مع سيونغ ورجل العصابة اللي عاش إنهم ينتقموا من مؤسسين اللعبة ويوقفوها بقى. بيروح مكان بيكون فيه قائد اللعبة وبيكون عبارة عن ملهى، لكن سيونغ بيتاخد بواسطة الحرس بعيد عن الضابط ورجل العصابة، وبيلاقي نفسه اتاخد في عربية وبيكلم الضابط عن طريق مكبر. فبيقرر سيونغ إنه يشترك في اللعبة تاني عشان ينتقم ويوقف اللعبة الجنونية دي، وبيكون مركب جهاز تتبع في ضرسه، فالضابط ورجل العصابة بيتتبعوه. يعني دي كلها برضه من ضمن خطتهم. وبتبدأ لعبة جديدة بنفس العدد 456 واللي هو برضه نفس رقم سيونغ وبنفس القواعد. وبيكتشف الضابط وسيونغ إن اللعبة عارفة خطتهم ودمروا جهاز الجي بي اس اللي كان في الضرس بتاعه. فبيحاول الضابط وفريقه إنهم يستكشفوا كل الجزر اللي في المكان واللي ممكن تكون اللعبة فيها، وبتكون المهمة صعبة جدا. والقبطان اللي المفروض إنه أنقذ الضابط قبل كده لما أخوه ضربه بالرصاص ووقع من على حافة الجبل لو فاكرين، بيطلع أصلا تبع اللعبة وبيقتل الشخص المسؤول عن الدرون اللي هو بيستكشف المنطقة. وعند سيونغ بتبدأ اللعبة وبتكون نفس لعبة العروسة ونفس القواعد، لكن سيونغ بيكون عارفها وبيبدأ يحذر الناس إن الموت هنا موت بجد. وبيكون من ضمن اللي بيقتله أو من ضمن الحرس بنت اسمها كانغ، ودي مهاجرة من كوريا الشمالية، وبتكتشف جوه اللعبة إن في شخص من المتسابقين هي تعرفه وتعرف بنته الصغيرة، وبتكون بنته مريضة عشان كده هو جه اللعبة، فبتبدأ إنها تتعاطف معاه وتساعده عشان خاطر بنته دي. قائد بينضم للعبة وهو خافي هويته طبعا، وبيكون رقمه هو رقم 1 وبيتصاحب على سيونغ. والألعاب اللي بعد كده بتتغير عشان سيونغ ما يحذرش بقى حد منها، وبيحاول سيونغ إنه يخليهم يصوتوا بإنهاء اللعبة لكن الطمع بيعميهم. وبيلعبوا لعبة اسمها لعبة الخماسي، ودي كل 5 بيربطوا رجلهم في رجل بعض وبيبقوا فريق، وكل واحد فيهم بيبقى ليه دور معين في اللعبة. وبتكون تجارة الأعضاء لسه شغالة بين الحرس، وكانغ الحارسة بتبقى عارفة الموضوع ده لكن مش مشاركة فيه ولا موافقة عليه. بنروح للعبة اللي بعد كده وبتكون عبارة إن كل المتسابقين على منصة دائرية بتلف بيهم وبيتقال رقم، يعني مثلا بيتقال رقم 3، فالمفروض كل 3 يمسكوا في ايد بعض ويكونوا فريق ويدخلوا غرفة معينة، ولو العدد أكتر أو أقل من كده بيتقتلوا. وطبعا بيحصل تصويت بعد كل لعبة وبيكون عدد الموافقين على إنهاء اللعبة المرة دي نفس عدد المعترضين، فبيحصل خناقة بين الفريقين وبيموت فيها للأسف زانوس. وبعدها بيقرر سيونغ يعمل انقلاب على اللعبة بدل ما يفضلوا يقتلوا في بعض بالمنظر ده. والخطة بتكون إنهم بالليل الفريق اللي رافض إنهاء اللعبة أكيد هيهجم عليهم، وهم بقى هيكونوا عاملين حسابهم ونصهم هيكون مستخبي تحت السراير والنص التاني هيشتبك مع المهاجمين. ولما الحرس يتدخلوا عشان يفضوا الخناقة وياخدوا القتلة، سيونغ ومجموعة معاه هيكونوا عاملين نفسهم إنهم ماتوا، فهينقضوا فجأة على الحراس ويبدأوا بالهجوم وياخدوا أسلحتهم وينهوا عليهم وعلى مدير اللعبة عشان بقى ينهوها. وبيعملوا كده فعلا، لكن قبل ما بيوصلوا لغرفة المدير الحرس بيبدأوا يضربوهم بالرصاص، والذخيرة اللي مع سيونغ وأصدقائه بتخلص، والشخص اللي بيروح يجيب ذخيرة واسمه داي بيخاف يرجع لفريقه، والمدير المتخفي كلاعب بيقتل اللي معاه أصلا وبيعمل نفسه إنه اتقتل هو كمان عشان يرجع مكانه كمدير للعبة. بيكون كل اللي انضم للانقلاب ماتوا حتى اللي سلموا نفسهم ما عدا سيونغ طبعا اللي بيسيبوه.
وبينتهي الموسم بخسارة سيونغ وفريقه، وبيبدأ الجزء الثالث والأخير من سكويد جيم، وبنشوف إن كل اللي شارك في الانقلاب اتقتل ما عدا الرسام. الحارسة كانت ضربته رصاصة خفيفة كده في الكتف، وقالت له لو عايز يعيش يغمض عينه. بالجهاز اللي معاها كنسلته من اللعبة، واتفقت مع الحارس اللي بيتاجر في الأعضاء إنه ياخد الرسام لأن فيه النفس، وعلمه التابوت بتاعه، واتفقت معاه إنها معاهم من النهاردة وكمان هتحضر العملية بنفسها. أما عند اللاعبين فجابوا لهم سيونغ في تابوت، لكن هو كان عايش الحمد لله. طبعا الناس اللي بتأيده فرحوا إنه لسه عايش، أما الناس اللي ضده فقالوا يعني يا عم كنت وفرت علينا واحد. أما عند الضابط اكتشف إن المسؤول عن الدرون اختفى امبارح، لأن طبعا القبطان اللي عرفنا إنه تبع اللعبة قتله في الليلة اللي قبلها، وقال لهم أصل النوم امبارح كانت شديدة وهو كان شارب، فممكن يكون وقع بقى في البحر. وبيصدقوا الضابط. أما فرد العصابة فبيكون مش مرتاح للقبطان ده، وبيضطر الضابط واللي معاه إنهم يرجعوا تاني. أما في اللعبة عند سيونغ فبيفوق وبيبقى حزين قوي على اللي حصل لفريقه واللي حصل لصديقه كمان، وبيدخل الحراس يعرفوهم إن في 30 شخص ماتوا في الانقلاب ده، والفلوس طبعا زادت وهيعملوا تصويت عشان يشوفوا برضه عايزين يكملوا ولا لا. وبيتخانق معاهم سيونغ لأنهم قتلوا فريقه وسابوه هو عايش، طب كانوا قتلوا معاهم. فعشان يهدى بقى بيكلبشوه في عمود في السرير. وفي الأثناء دي بيبقى المدير متابع كل اللي بيحصل من ورا الشاشة، وبيجيله مكالمة من القبطان اللي بيقوله إنه بيحاول يعطل الضابط اللي معاه على قد ما بيقدر. فبيقول له تمام استمر على كده، ولو حسيت إنهم هيوصلوا خلص عليهم. حتى أخوه ما رحموش. وبيرجع يتفرج على التصويت اللي بيمتنع عنه سيونغ لأنه طبعا في دنيا تانية دلوقتي. وفي التصويت الأغلبية للأسف بتوافق على إكمال اللعبة، وبيفضلوا يضايقوا في سيونغ بالذات العرافة أو الشمانة دي اللي بتقعد تقول له أرواح اللي ماتوا مش مسامحينك وبيحوموا حواليك، فبيخلصوها من تحت إيده بالعافية. بنروح للحارسة تانغ وهي داخلة الغرفة اللي بيتم فيها عملية سرقة الأعضاء، وبيبقى قدامهم جثة الرسام، والحارس اللي جابها بيقول لهم إنها يا جماعة ثقة وافقت تشتغل معانا. وقبل ما يبدأوا العملية بتفاجئهم كانغ وبتخلص عليهم، لكنها سابت الدكتور ورفعته بالسلاح وأمرته ينقذ الرسام. وبنرجع لسيونغ اللي بيعرف من الأم وابنها إن دي خانهم أثناء الانقلاب ورفض يرجع لهم بالذخيرة رغم إنها كانت معاه، فبيفضل يبصله بانتقام وبيبقى ناويله على الشر. وبنرجع للضابط اللي بيقول له فرد العصابة إنه شاف القبطان الليلة اللي فاتت وفي إيده مفك، وإنه سمع وقتها صوت دوشة وإنه شاكك فيه، لكن الضابط بيطمنه إن القبطان ده شخص ثقة لأنه أنقذ حياته قبل كده لما أخد طلقة من أخوه ووقع من على الجبل لو فاكرين. وتاني يوم في اللعبة بيكون دي خايف من نظرات سيونغ اللي كلها غل. وفي طريقهم للعبة الرابعة بيشوفوا منظر بشع بيكون عبارة عن جثث كل اللي شاركوا في الانقلاب متعلقة عشان بقى يخوفوهم ويعرفوا إن ده جزاء أي شخص يفكر يخرق القواعد أو يعصي الأوامر. وبعدها في قاعة الألعاب بيعرفوا إنهم هيتقسموا فريقين، فريق أحمر وفريق أزرق، وكل واحد وحظه، بس لسه برضه ما يعرفوش إيه هي تفاصيل اللعبة. وعند الحارسة تانغ بتتبرع بالدم للرسام، كل ده وهي مهددة الدكتور بالسلاح. وبنرجع للعيبة بعد ما تقسموا بيوزعوا على الفريق الأزرق مفاتيح وبيعرفوهم إن اللعبة هي لعبة الغميضة أو الاختباء، وإنهم هيحاولوا يهربوا من الفريق الأحمر، والمفاتيح اللي معاهم هتفتح لهم أبواب غرف يستخبوا فيها، بس الباب اللي بيتفتح وبيدخلوه ما ينفعش يتقفل تاني، فبيكون المفروض يفضلوا مستخبيين لمدة 30 دقيقة أو بقى يلاقوا بوابة من بوابات الخروج ويطلعوا بقى من اللعبة ويبقوا كسبوا. أما الفريق الأحمر فمهمته إن كل شخص لازم يقتل على الأقل واحد من الفريق الأزرق، فطبعا الكل بيبقى في حالة ذهول من قوانين اللعبة المرة دي والكل خايف. وبيوزعوا عليهم كمان أسلحة وبيدوهم مدة كده عشان لو في 2 حابين يغيروا فرقهم فتمام. فالولد اللي معاه أمه الكبيرة في السن بيتحايل عليها إنها تبدل معاه التيشيرت لأنها كانت في الفريق الأحمر وهو في الفريق الأزرق. هو خايف عليها لأنه عارف إنها مش هتقدر تقتل حد، فهي كمان بترفض لأنها خايفة عليه، لكن في النهاية بتوافق. والبنت الحامل كمان بتبقى من الفريق الأحمر، وحبيبها السابق وأبو طفلها بيقول لها إنها لازم تبدل معاه لأنها مش هتعرف تقتل ببطنها دي، وهو عايز قال إيه يعني يحميها، وبغض النظر عن إنها بتكون شاكة فيه لكنها بتوافق. وبيكون سيونغ من الفريق الأحمر برضو اللي هيقتل، وبيكون ناول دي اللي من الفريق الأزرق علنيا. وبتبدأ اللعبة وبيدخل الفريق الأزرق الأول مكان كده زي المتاهة، والمفروض إنهم يدوروا على أماكن يستخبوا فيها، ولما يلاقوا المخرج يستخدموا المفاتيح بتاعتهم ويخرجوا. وبتبدأ اللعبة وبيكونوا فرق زي البنت الحامل مثلا كانت صعبانة على الأم العجوزة وأخدتها، وانضم ليهم كمان هيون عشان يحمي البنت دي، وهيون ده كان في القوات الخاصة قبل كده ووعدهم إنه هيحميهم. وبعد كده جه وقت دخول الفريق الأحمر عشان بقى تبدأ المطاردة، وحبيب البنت الحامل كون فريق مع واحد سايكو كده متحمس للقتل. أما سيونغ فكان حاطط دي الجبان في دماغه، وبتبدأ المطاردة والفريق الأزرق بيستخبى، وبيبقى فريق البنت الحامل وضعهم صعب جدا بسبب حملها طبعا، وبتبقى المفاتيح يا إما على شكل دايرة أو مثلث أو مربع، ومن حظهم إن كل واحد فيهم معاه شكل مختلف فبيقدروا يدخلوا أي
أي باب، وفعلا بيفتحوا باب وبيدخلوا الغرفة بتاعته. تبقى العرافة هي كمان من الفريق الأزرق وبتحاول تستخبى، ولما شوية حواليها كده قال يعني هترشدهم للطريق الصح. بيبدأ سيونغ يطارد دي وبيحاول دي يفتح باب لكنه بيكتشف إنه مزيف، فبيوصل له سيونغ لكن بيكتشف إنه دي هرب وإن ده أصلا شخص تاني شبهه بس، فبيسيبه بقى لأنه مش ناوي يقتل غير دي. وعند حبيب البنت والسايكو بيمسكوا واحد من الفريق الأزرق وبيتخانقوا مين يقتله، أنا ولا أنت، لكنهم بيتفقوا بعدين إنهم يقتلوه في نفس اللحظة، وبكده يبقى فاضل لهم واحد كمان. وعند البنت الحامل أثناء المطاردة وقعت من على السلم وكان واحد هيخلص عليها، لكن هيون دافع عنها ضد المطارد ده، بتكون رجلها اتأذت بشكل كبير. أما عند الراجل الكبير الخنزير ده فعمل فريق مع واحد غلبان كده عشان معاه مفتاح بشكل مختلف عن اللي معاه، ولسه يستخبى في غرفة لقى فيها الراجل العجوز مطارد، فزق بقى الراجل اللي معاه في الغرفة وقفل عليهم لحد ما اتأكد إن المطارد قتله، فدخل وخد كمان المفتاح بتاع الراجل. وبيخلص حبيب البنت والسايكو على واحد كمان، وبيتعلن في مايك إنهم كذبوا، فحبيبته اللي وضعها سيء بتتبسط إنه كده هيجي ينقذها زي ما وعدها، لكن هو أصلا بيكون السايكو أقنعه إنهم يقتلوا ناس أكتر من الفريق الأزرق عشان الفريق الأحمر ما يلاقوش ناس يقتلوها فيتم إقصائهم، وحقيقي ما جمع إلا لما وفق. وعند حبيبته بيجي لها الطلق في الوضع الصعب ده وهي مستخبية مع فريقها في غرفة كده، وبتخلف بنتها في الوضع الصعب ده. أما الشمان أو العرافة بتيجي تدخل غرفة بتلاقي فيها مطاردين، فبتسيب فريقها يتقتلوا وبتخلع هي، وبتلاقي سيونغ في الشعف عشان تهرب منه بتقول له إنها شافت دي فبيسيبها ويروح له. وبتوصل العرافة المخرج فعلا بالصدفة، لكن بيكون المفروض يبقى معاها أشكال المفاتيح الثلاثة، فبتروح تاخد مفتاح من جثة وبكده بيبقى فاضل لها مفتاح واحد، فبتلاقي الراجل العجوز الواطي عامل نفسه ميت، ولما بتيجي تاخد منه المفتاح بيفتح، فبتتجاوز الخضة وبتاخده وبيروحوا للمخرج سوا. وبعد ما البنت بقى ما خلفت وسط فرحتها بيدخل عليهم مطارد من الفريق الأحمر، فبيبدأ هيون يقاوموا وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيخرجوا من الغرفة دي. بيقدر هيون يقضي عليه ولسه هيرجع للبنت والست العجوزة لقى مخرج من المخارج، ورغم انه اخد اصلا منهم المفاتيح الثلاثة الا انه مرضيش يهرب ورجع لهم، وكان جزاؤه ان حبيب البنت خلص عليه. وقتها اكتشف ان حبيبته اصلا في الغرفة دي وكمان ولدت، فقفل الباب تاني وقال للسايكو ان مفيش حد جوه يعني كتر خيرك. وعند العرافة والعجوز بيفتحوا المخرج فعلا، لكن الواطي بيسحب مفتاحه وبيزقها بعيد عن المخرج وبيعدي هو لوحده، فالارواح اللي هي بتشوفها نسيوا تقريبا يحذروها المرة دي، وبيدخل عليها واحد مبرشم كده وبيخلص عليها. وعند سيونغ اخيرا بيلاقي دي اللي بيبقى مرعوب منه وبيبرر موقفه انه اصلا كان اول مره يمسك سلاح وانه كذب عليهم لما قال لهم انه دخل الجيش قبل كده، وبيفضل يستعطف في سيونغ انه بس خاف وما كانش قصده انه يغدر بيهم، لكن ابن الغداره فجاه بيهجم على سيونغ وبيغدر بيه للمره الثانيه وبيقول له ايه رايك بقى ان انت السبب في انهم يموتوا، وبيفضلوا يضربوا في بعض كده لحد ما سيونغ ما بيقدر يخلص على دي. بيبقى عايز يخلص على نفسه بعدها، لكن المدير اللي بيراقب كل اللي بيحصل بيبعت حراسه يمنعوه لانه عايزه يفضل عايش للاخر عشان يتسلى. وعند البنت اللي ولدت والست العجوزه بيعرفوا يوصلوا المخرج اخيرا، لكن قبل ما يخرجوا بيجي ابن الست ده اللي بيكون فشل في انه ينهي على اي لاعب، فبيقول لمامته انه هيضطر يقتل البنت اللي ولدت، فطبعا الام ما بتوافقش وبتدافع عنها وبتقول له اقتلها هي، لكن هو اكيد مش هيعمل كده، وبيكون وقت اللعبه اصلا قرب يخلص وبكده هو هيخسر وهيموت، فبيزق مامته بعيد عشان يقتل البنت، فالام بتضطر تطعنه من ظهره للاسف، وبتبقى الام وابنها منهارين في لحظاتهم الاخيره، وهو بيعتذر لها انه ما كانش الابن اللي تستحقه. وبينتهي الوقت وبيخلصوا الحراس على الخسرانين، وبيكون من ضمن الحراس الضيوف الاجانب، وعملوا كده عشان يستمتعوا يعني شويه اكتر وهم بيقصوا اللاعبين. وبيرجع بقى المتسابقين لقاعتهم تاني، والست العجوزه كانت منهاره على ابنها والبنت كانت داخله بطفلها، وسط استغراب كل المتسابقين انها نجت بالوضع الكارثي ده. وبنرجع للحارسه كانغ اللي بتعرف ان الرسام خلاص تم انقاذه وهيفوق، فبتقول للدكتور شكرا لتعاونكم وبتخلص عليه، وبتلبس الماسك بتاعها اللي بيغير حتى الصوت عشان الرسام ما يتعرفش عليها، وبتطلب منه لو عايز يعيش يلبس هو كمان ماسك حارس ويتبعها. وعند اللاعبين بيجي وقت التصويت على انهاء اللعبه ولا اكمالها، وبتبقى الام اللي قتلت ابنها بتترجاهم انهم ينهوا اللعبه بقى وحتى ياخدوا كل فلوسها، لكن محدش بيسمع لها وبيصوتوا برضو انهم يكملوا اللعبه. وبتعتذر منها البنت ان ابنها مات بسببها، فبتقول لها هو ما كانش ذنبك، وبتروح توصي سيونغ على البنت وطفلتها، وبيكون مستغرب يعني بتوصي ليه، لحد ما تاني يوم بيكتشف انها انهت حياتها والحراس داخلين بتابوت عشان ياخدوا الجثه. وعند الحارسه كانغ بتروح لنائب المدير اللي بيبقى اصلا شاكك ان في حاجه غلط بتحصل في الوقت ده للحراس، وبتهدده بقى بالسلاح انه يحضر لها مركب هي ورقم 16 وده الرسام المتخفف زي حارس رقم 16، المهم انه يساعدهم على الهرب من هنا. اما عند الضابط فبيكون كون فريق ومقرر
فبيقرر يطلع تاني يدور على الجزيرة مع القبطان الخاين. ففرد العصابة المرة دي بيشغل دماغه ومش بيرضى يروح معاه، وبيروح هو يجمع معلومات عن القبطان لأنه شاكك فيه. بيوصل لبيت القبطان وبيلاقي صورة للقبطان مع رجل الحظ، فمش بيلحق يتفاجئ وبيهاجمه كلب الحراسة بتاع القبطان، فبيضطر إنه يقتله. وبيلاقي في قصرية زرع فلوس مدفونة وملابس حارس من بتوع اللعبة، لكن مش بيلحق يبلغ الضابط لأن حد بلغ إن في مقتحم والشرطة ده وقبضت عليه للأسف. وعند سيونغ بيتحركوا بقى للعبة رقم 5 اللي هي قبل الأخيرة، وبيقرر سيونغ إنه يساعد البنت عشان طفلتها لأنها كمان متصابة إصابة جامدة في رجلها، وبيفضل يوصيها إنها ما تعملش زيه وتبقى أم كويسة. فبتقول له إنها هتحمي بنتها حتى لو اضطرت تحميها بحياتها. وبتكون اللعبة الخامسة هي نط الحبل، وبتكون عبارة عن إن تمثالين كل واحد فيهم ماسك طرف للحبل وبيلفوه وفي جسر ما بينهم، والمتسابق المفروض يعدي الجسر ده وهو بينط الحبل والا هيقع من على حافة الجسر ويموت. فبيقترح سيونغ على ام البيبي انها تسيبها على كرسي لحد ما تعدي الحبل وبعدها ترجع وتاخدها تاني. لكن الضيوف اللي بيشوفوا اللعبة امعانا في السادية كانوا قرروا ان الطفلة يعتبروها من ضمن المتسابقين، يعني لو سابوها هتعتبر خسرانة ويتم اقصائها. فبيقرر سيونغ انه يشيل الطفلة ويعدي بيها هو، وبعدين بقى يبقى يرجع ويحاول ياخد الام ويعدي بيها برضه قبل انتهاء الوقت. وعدى فعلا سيونغ والطفلة، وعدى بعده شخص كمان. الشخص ده بقى بدأ يرمي في اي حد يعدي ويحاول يوصل ليهم، وبيقول لسيونغ انه يعمل زيه عشان يخلصوا من اكبر عدد. فبيحاول سيونغ يمنعه، والمتسابقين بيبدأوا يتوتروا وفي ناس كتير بتقع. فبيتخانق سيونغ مع المجنون ده لحد ما بيطيره وبيقع وبيحصل اللي غدر بيهم، وبيعدي الباقيين وبيبقى فاضل ام الطفله. بيعرض عليها حبيبها السابق اللي هو ابو الطفله اساسا انه يساعدها تعدي، فبتوريه قدمها المصابه وبتبقى عارفه انه ندل اساسا، وفعلا بيسيبها وبيعدي لوحده. وبيبقى سيونغ هيرجع لها زي ما وعدها، فبتقول ان الوقت مش في صالحهم غير ان رجلها المتورمه هتبقى عائق ليهم، وبتوصيه على بنتها وبتنط هي بس مش على الحبل، بتنط من على الحافة وبتقع وتموت. طب يعني حتى كنت حاولت. وبيعيط عليها سيونغ وابو طفلتها الواطي. والشخصيات المهمة وقتها بيتناقشوا يقتلوا البنت اللي عمرها يوم واحد ولا يعملوا فيها ايه. فبيقول لهم المدير ان الاحسن ان البنت تاخد مكان مامتها. بيبقوا مش فاهمين ازاي يعني، لكن ادينا هنشوف. وبيوصل عدد المتسابقين ل8 بس من غير الطفلة، فبيبلغهم الحراس انهم 9 لانهم قرروا ان البنت تتحسب متسابقة. فبيعترض اللعيبة وبيفكروا بقى يتخلصوا منها، وبيهجموا فعلا على سيونغ اللي بيحميها وبيبقوا هيخلصوا عليهم. فبيمنعهم الحراس وبيقولوا لهم ان العنف ضد بعض بقى ممنوع، وده طبعا مش عشان الطفلة صعبانة عليهم لكن عشان المدير عايز يتسلى او يتحدى سيونغ للاخر ويشوفوا هيعمل ايه. وبيدوهم ملابس رسمية يلبسوها عشان هيتعزموا على عشاء فاخر بمناسبة قرب انتهاء اللعبة، واللي هيبقى العشاء الاخير لمعظمهم. اما عند فرد العصابة فبيكون في اسم الشرطة وبيحاول يشرح للضابط اللي معاه عن لعبة الحبار والناس اللي بتموت والكلام ده طبعا ما بيدخلش دماغ حد. والضابط كتر خيره بيتصل على القبطان يعرفه اللي حصل في بيته، فبيفهم القبطان انه اتكشف. وفرد العصابة بيخطف التليفون من ضابط القسم وبيجري يحذر الضابط جون باللي اكتشفه. وفي اللحظة دي بيكون القبطان بيخلص على الطاقم اللي مع الضابط وبيوصل لاخر واحد فيهم وبيكون اصلا صديق الضابط. وقبل ما بيخلص عليه بيسأله فين الضابط جون، فبيقول له وراه. وبيهاجموا الضابط وبيحاول ياخد منه اي معلومة عن الجزيرة، لكن الخنزير مش بيرضى يقول له اي حاجة. وبيفهم الضابط منه انه انقذه قبل كده عشان في شخص اللي هو يعني اخوه امره بكده، وبيموت بعدها القبطان. بيتوصل الضابط بتفكيره لجزيرة معينة على الخريطة لما كان عايز يستكشفها قبل كده. القبطان منعه وقال له انهم استحالة يبقوا هناك، فتأكد انها اكيد هناك، وطلب من صديقه اللي نجا انه يجهز بقى عشان هيروح الجزيرة دي. وعندي سيونغ والمتسابقين بيبقوا في العشاء الفاخر، وحتى البنت البيبي بيجيبوا لها لبن، فهي بقت فرد بقى زيها زيهم. وبيبدأ التصويت كالعادة إذا كانوا هيكملوا ولا لأ. لكن قبل ما بيصوتوا بيقولوا لهم إن اللعبة الجاية هيقدروا يقرروا بنفسهم موت 3 منهم وفوز الباقي، فبيطمعوا لأن كده عددهم هيبقى أقل واحتمالية الفوز أعلى. وبيصوتوا فعلا على إكمال اللعبة ما عدا البطل والواد اللي واخد برشامها الوسدة. وعندي الحارسة كانغ والرسام بيكونوا بيهربوا في مركب، بس النائب بيكون عارف شخصية الرسام وإنه أصلا مش حارس، وإنه هنا أصلا في اللعبة عشان بنته مريضة وفي المستشفى، فبيهدد كانغ بالطفلة لو ما رجعوش، فبتخاف وبتقرر إنهم يرجعوا. لكن بترجع الجزيرة لوحدها وبتقول للرسام يهرب لوحده عشان بنته في خطر. وبيكون النائب حاطط جهاز تعقب في السفينة، ولما بيلاقيها بتتحرك بيأمر حراسه يتتبعوها وينهوا على اللي فيها. وعنده سيونغ بيبلغوا الحارس إنه مدير
مدير اللعبة عايزه. ولما بيروح لسيونغ بيديله المدير اللي مخبي وشه بقناع سلاح وبيطلب منه ينهي على باقي المتسابقين لو عايز بقى يعيش هو والطفلة. فبيستغرب البطل هو ليه بيساعده، فبيكشف بقى القناع وبيكتشف ان ده صاحبه اللاعب رقم 1 اللي اصلا المفروض مات وقعد يعيط عليه قد كده. فبيتصدم بقى وبيبقى عايز يهاجمه، لكن المدير بيقوله انه مش هيستفيد حاجة بموته واللعبة هتستمر برضه. فبيتراجع ويروح فعلا يقتل اللعيبة، والمدير بيبقى شايف اللي بيحصل من الكاميرا وبيفتكر لما هو نفسه كان متسابق وحصل معاه نفس الموقف وفعلا اضطر انه يقتل اللعيبه زمايله اللي ضده. بيبقى فاكر ان سيونغ هيعمل زيه ويتبسط بقى وينتصر لفكره ان كل الناس زيه، لكن سيونغ بيفاجئه انه مش بيقدر يقتل حد لانه بيفتكر زمايله اللي راحوا غدروا منهم البنت اللي صديقه قتلها في الجزء اللي فات، وبيتخيلها بتقوله انت مش كده اوعى تقتل حد. فبيتضايق المدير بقى ان سيونغ مش زيه رغم انه اتحط في نفس الظروف. اما الحارسه سانغ فبتدخل المقر تاني من فتح التهويه وبتقتحم غرفة نائب المدير وبتهدده بالسلاح انه يمسح بيانات الرسام وكأنه ما جاش في يوم المكان ده. فبيعمل كده وكان متوقع بتبقى هتخلص عليه، فبيقول لها انه اصلا في نسخة تانية لكن في غرفة المدير وهو بس اللي بيقدر يفتحها. فبترفعه بالسلاح وبتأمره يروحوا هناك، وفي الأسانسير بتدور معركة ما بينهم وبيضربها فعلا وبيطير السلاح بعيد عنهم وبيقول لها بتعملي كده عشان خاطر الرسام؟ فبتقول له لا، عشان خاطر بنته ملهاش غيره. فبيقول لها بتفكرك ببنتك اللي سبتيها في كوريا الشمالية وهربتي. وفي الوقت ده اللعبة بتكون بدأت وبتشتت انتباه النائب للحظة فبتغفله كانغ وتخلص عليه. وبتبدأ اللعبة فعلا وبيكون سيونغ شايل الطفلة، وبتكون مدة اللعبة المرة دي 15 دقيقة وبتكون عبارة عن 3 صخور أو عواميد خرسانية، واحد على شكل مربع والتاني مثلث والأخير على شكل دايرة، وهما المفروض بيضغطوا على زر أحمر وبعدها بيقرروا يرموا واحد من على العمود الخرساني. بسيطة خالص. وبيحتاروا بقى ما بين سونغ والولد المدمن، فبيقول لهم ابو البنت اللي محدش يعرف ان ابوها انهم يقتلوا المدمن ويسيبوا سيونغ والطفله للمراحل اللي بعد كده. فبيسمعوا كلامه فعلا، وفي المرحله اللي بعد كده بيطلبوا من سيونغ يسيب الطفل عشان طبعا هم عايزين يقتلوها بعدين يقتلوه هو في المرحله اللي بعدها فما يضطروش يعني يقتلوا حد منهم. فعند الرسام بيطردوه الحرس، لكن الضابط جون لحسن الحظ بيوصل وبينقذه وبيعرف منه انه متسابق هربان، بدليل انه لو حط جهاز الحراس على رقبته بيظهر رقمه في اللعبه. فبيصدقوا بقى وبيسيبوا يكمل طريقه بعد ما بيعرف منه مكان الجزيرة. وبنرجع للعبة والخنازير بيحاولوا يتفاهموا مع سيونغ لكنه مش بيوافق، وواحد منهم بيدوس على الزر الأحمر وبيعملوا صف كده سوا عشان يخطفوا البنت منه، لكن أبوها بيزق الشخص اللي كان هيزق سيونغ وبيعرف سيونغ إنه أصلا أبو الطفلة وهيحميها. فبيتفاجئ سيونغ واللعيبة وحتى الضيوف اللي بيتفرجوا عليهم. بعدها بيقرروا إن المرحلة الجاية هيقتلوا واحد ضعيف فيهم وبيبدأوا فعلا يضربوه بكل عنف، لكن سيونغ بيعترض وبيقول لهم ان احنا هنمشيها بالقرعه. فبيبداوا بقى يتخانقوا معاه ومع ابو البنت وبيبدا كله يضرب في بعضه، وبيكون سيونغ معاه سكينه المدير وبيبدا يحوش بيها ويدافع عن نفسه، والضرب بيبدا وبيقع 3 كمان ومش بيفضل غير سيونغ والطفله وابوها والراجل اللي كان اصلا بيتضرب، وبيكون عارف انهم بالشكل ده هيضحوا بيه في المرحلة اللي جاية لأن كل مرحلة لازم يضحوا بواحد على الأقل. فمش بينولها لهم بقى وبينهي حياته بنفسه. هو بيتصدم سيونغ وأبو الطفلة إن كده واحد فيهم هو اللي هيموت. وفي المرحلة اللي بعدها بيعدي أبو الطفلة الأول وبيمنع سيونغ إنه يعدي وبيطلب منه بس الطفلة، وطبعا هو لازم يدوس على الزر الأول وبعدين يرمي متسابق، يعني لو سيونغ ما عداش فهو كده هيرمي نفسه أو الطفلة، فالموضوع مش مضمون. لكن سيونغ في النهاية بيضطر يديله الطفلة قبل ما الوقت ما يخلص، وفي آخر لحظة وقبل ما الجسر ما يقفل بينط سيونغ للشكل التالي نطة فظيعة كده في آخر وقت، وبيكون معاه سكينة والولد التاني معاه عمود وبيتقاتلوا. ولما بيحس الولد إن سيونغ هيكسب بيمسك الطفلة وبيهدده إنه هيرميها. خنزير خنزير. بيخاف سيونغ عليها وبيسيب السكينة على الأرض وبيتراجع، وفي اللحظة دي بيسيب الولد الطفلة وبيجري على السكينة وبيشتبك مع سيونغ، لكنهم بيقعوا سوا وبيكون سيونغ ماسك في حديدة كده والولد ماسك في ملابس سيونغ، لكن ايده بتفلت وبيقع لحسن الحظ او لسوءه يعني هنعرف قدام. وعند الضابط بيكون وصل الجزيرة اخيرا وكانغ بتكون حرقت كل اوراق المتسابقين مش الرسام بس، وبتتفرج من الشاشة على سيونغ والطفلة وهي موجهة المسدس ناحية دماغها. ومش عايزة أصدمكم بس سيونغ ما كانش داس على الزر، فكده موت الولد ده مش محسوب ولازم يقرر يخلص من نفسه أو من الطفلة. فهيعمل ايه بقى؟ الحضور المهمين بينبهروا ان كده هيفوز باللعبة لتاني مرة، لكنه بيفعل الزرار الاحمر وبيودع الطفلة وداع طويل كده وبيقول لاصحاب اللعبة والحضور الاغنياء احنا بشر مش احصنة، والبشر
ومش بيكمل الجملة وبيرمي نفسه وسط ذهول الكل، وكده بنودع سيونغ. تكون الحارسة سانغ بتشوف المشهد ده فبتقرر إن على هذه الأرض ما يستحق الحياة ومش بتموت نفسها. بيعرف المدير إن أخوه الضابط وصل الجزيرة وغفر السواحل على وصول، فبيفعل خطة الهروب وتفجير الجزيرة وإخفاء أي معالم للعبة. وبيروح عشان يجيب الطفلة وبيبص لسيونغ بحزن كأنه بيودعه، وبياخد الطفلة ويمشي، والضابط بيشوفه لكن مش بيقدر يضرب عليه رصاص، وأخوه برضه في الآخر. وبيهرب الكل من الجزيرة وبتبدأ تتفجر. وبعد 6 شهور بيكون الرسام مع بنته في الملاهي، وبتروح لهم سانغ وبيكون طبعا مش عارف هويتها. بتتحجج إنها عايزاه يرسمها لكنها بتكون بتطمن عليهم. وبتكلم بعد كده حد مكلفاه يبحث عن بنتها اللي الكل قال لها إنها ماتت، لكنه بيقول لها إنه لقاها فعلا وموجودة في الصين. فبتكون فرحانة قوي ومش مصدقة إنها أخيرا هتلتقي ببنتها. وبيروح الضابط يستقبل فرد العصابة اللي كانت حبس، وبيقول له إن فلوس سيونغ كلها اتاخدت رغم إن محدش كان يعرف بيها غيرهم. فهل يا ترى سيونغ بسبع أرواح ولسه عايش؟ الله أعلم. بيرجع الضابط بيته فبيلاقي الطفلة اللي كسبت الجايزة في بيته ومعاها بطاقة ائتمانية عليها شعار اللعبة. فبيجرب الكارت كده وبيلاقي فيه رقم أنا عجزت عن عده، وهو 45 مليار وون، يعني حاجة بتاع 30 مليون دولار. وبيفهم إن أخوه عايزه يربي البنت. أما القائد فبيروح لبنت سيونغ في أمريكا وبيقول لها معايا حاجات من باباكي، فبتقول له إنها زعلانة منه لأنه مش بيزورها ولا حتى بيكلمها ومش عايزة حاجة منه. فبيقول لها إن للأسف أبوها توفى. فبتزعل وبتتصدم جدا، ولما بتدخل بيتها بتفتح الصندوق وبتلاقي بدلة باباها رقم 456 وبطاقة ائتمانية عليها كل فلوس والدها. فكده عرفنا الفلوس اختفت ازاي. وفي آخر لقطة بقى بيظهر بنت أجنبية بتلاعب المشردين لعبة رجل الحظ، فشكل المسلسل هيتعمل منه نسخة لهوليوود. وبينتهي المسلسل. قولولي لو النهاية عجبتكم وإيه الشخصيات اللي اتأثرتوا بيها، خصوصا إن كل ما نتعلق بشخصية بتموت حتى البطل. وبس كده، أنا هاجر ودي قناتي الجديدة، فياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. ولو عندكم ترشيحات لأفلام أو مسلسلات تانية اكتبوها لي في الكومنتات وهكتب إنها من ترشيحكم. سلام.